منتخب مصر يفوز على منتخب اثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2-0 بضربات الجزاء. منتخب مصر القيمة والقامة والأسماء والحوارات والمحورات والصفقات والأرقام والاحتراف. وكالعادة منتخب مصر بيقدم مباراة يا جماعة لن تختلف عن أدائنا مثلا مع أي مدرب أنت شفته، يعني فاهم؟ حتى لما كروش قلنا إن إحنا عملنا حالة من لكروش وصعد للمباراة النهائية، كنا لا نقدم كرة قدم، كنا نقدم أداء دفاعي ونقدم كرة دفاعية بتقدر توصل بتخطف، تقدر توصل بتسجل، تلعب على المرتدات. فطبيعي لما منتخب مصر بيلعب على المرتدات مثلا، طبيعي عنده مثلا صلاح وعنده تريزيجيه عندهم سرعات، فبالتالي كنت بتقدر ان انت تكسب منتخبات وتوصل لمباريات نهائيه بتوصل باداء اي كلام. البطوله اللي فاتت انت خرجت منها مثلا. اداء الكره المصريه، اداء المنتخب هو بيعبر عن الحاله اللي بتعيشها الكره المصريه اصلا. يعني الكره المصريه انت كده كده ما بقاش عندك مواهب، ما بقاش عندك روح، ما بقاش عندك تخطيط مثلا من اتحاد الكوره وبتاع والكلام ده، وانت بتبقى شايف الموضوع عامل ازاي. فبالتالي ده ما بيطلعش كوره. طبعا انت طبعا احنا كسبانين وممكن نبقى صاعدين كاس العالم واللي فرق 5 نقط. الماتش الجاي ماتش بوركينا، بعد كده عندك تقريبا جيبوتي وسيراليون، فالموضوع سهل وان شاء الله منتخب مصر باذن الله بنسبه كبيره هو صاعد يعني. لكن برضو القصه بالنسبه لي مش قصه ان انا صاعد، فانا بالنسبه لي مبروك الصعود. واهم حاجه، بص، في كلمه بتضايقني انا ليا في الكوره، حاجات كده بسمعها بتضايقني، اللي هي ايه؟ اللي هو يا عم ما احنا ياما ياما لعبنا كوره حلوه، استفدنا ايه؟ لا، استفدنا كاس فناس تقول لك لا يا عم احنا مثلا دايما كنا قدام فرق ما بنصعدش كاس العالم، وبنفضل قدام الفرق نبقى عاملين فيها اداء عالمي، وفي الاخر برضو الفرق هي اللي بتصعد ومنتخب مصر هو اللي بيخرج. صح، هنتكلم على جيل برضو تريكا والاجيال اللي كانت اصلا اوريدي بتلعب كوره اللي انت اوريدي لو شفتهم في كاس العالم. احنا ما شفناش الناس دي في كاس العالم، هو حظهم سيء، مش ما لعبوش كوره حلوه، الجيل ده ما لعبش كوره حلوه. فبالنسبه لنا ان هو يا عم المهم يصعد كاس العالم، لا انا مش مهم انه يصعد كاس العالم بالنسبه لي يعني. المنتخب يا اسلام، ايوه المنتخب يصعد كاس العالم يبقى يعمل حاجه، اللعيبه دي تعمل حاجه للبلد. البلد ما تدخلش بطوله كاس العالم وتخرج من المجموعات. ما هو ده حل، بقول لك حل الكره المصريه، ان احنا نبقى رايحين عندنا زهو وفرحانين ان احنا رايحين كاس العالم للانديه. روح واصعد واعمل حاجه زي خلق الله، وحاول حاول تعمل حاجه، بس مش مطالبين ان انت ت... تعمل مثلا تاخد ال9 نقط من المجموعه، انت تعمل حاجه يبقى ليك شكل فيها. فان انا بالنسبه لي ان انا ما اقدمش كوره واصعد كاس عالم، انا دي بالنسبه لي مش حاجه روشه. انا عايز لما اصعد كاس عالم ابقى مطمن ان انا رايح العب كوره وابسط العالم، لان الكوره ننبسط. مش انا لازم اصعد كاس عالم فانا اذا صعدت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعملت اداء مش خلاص بقى الكوره دي بقى الاصل. انت بتدخل عندك حاجه تعملها وتضيفها وتكون ليه مسمين مثلا الحصان اللي مش عارف ايه اللي بيبقى الرهان عليه؟ ما الكلام ده عشان الفرقه بتحاول انها تعمل حاجه، مش بس مجرد انا مثلا يا مثلا ايه، نادي يقول لك انا المهم ان انا العب دوري ابطال افريقيا، المصري مثلا او الاتحاد او يا عم لا، اصعد واعمل حاجه، مش مهم ان انت تصعد، ما تصعد تعمل كده شكلك وحش خلاص، هو السفر وخلاص. فمنتخب مصر يفوز على منتخب اثيوبيا باداء بالنسبه لي عادي، يعني باداء بالنسبه لي عادي. يعني مثلا احنا النهارده مبدئيا نبدا في المباراه ان احنا كنا بنلعب بخطه 10 بس. يعني ايه كنا بنلعب بخطه 10 والله؟ يعني ايه الخطه دي؟ جديده في عالم الحكتسه؟ هي دي الجديده. والله كنا بنلعب بخطه 10، يعني ال10 كلهم قداميه 10، مش مثلا 4 4 2، فانت ال10 متقسمه 4 و4 و2. انت كنت بتلعب بخطه 10 اللي هو خالد صبحي ورامي ربيعه جوه، محمد هاني كده كده بيدافع ورا، بس هو مع ال10 داخل بيمثل بيشوف الدنيا فيها ايه، محمد حمدي طاير، لعيبه النص الملعب عندك كلهم متقدمين. راهنت لك انا على قصه عوده تريزيجيه مع المنتخب، وانا من وجهه نظري انا مش هقول لك هو يعني نجم المباراه دي تتقال على ماتش تبقى انت مثلا تالقت فيه او مثلا جايب اجوان او انتهى سكور، عملت فيه كذا فرصه على المرمى بتاع، لكن بالنسبه لي حتى لما تقول احسن رشين هو تريزيجيه، ولسه حلقه قائمه المنتخب موجوده هاتها، قلت لك تريزيجيه مع المنتخب هتلاقي حاجه تانية غيرنا. فبنبتدي نفصص ونقول ان احنا تريزيجيه الراجل كان ظلمه، ريبيرو كان ظلمه، ريبيرو ده والله كان بيلعبه كل الماتشات اساسي، اصلا ما بيلعبش على عدلته، ففي المنتخب لعب في مكانه اللي هو ايه مكانه، قول لي يعني ايه هو مكان تريزيجيه؟ وينج شمال، ما هو لعب وينج شمال. باك ليفت النهارده لعب باك ليفت، باك ليفت كان هو باك ليفت لعب في المكان ده. لعب ايه نص ملعب، لعب نص ملعب مع ريبيرو، جون كان واقف جون، وقف جون مع ريبيرو والله. لعب ناحيه اليمين مع ريبيرو، والواحد ناحيه اليمين برده كان بيتحرك ناحيه عادي يعني. يا جماعه لا، هو فيك هو مع الاهلي كان ما فيش يعني، اصل بص الكوره واضحه بقى، ما انت مش عايزين النبي ما تقول النبي، ما بحبش بس اللي هو ايه يقول اصل هو مع المدرب كان بيلعب كده وهناك كان بيلعب كده، ما فيش كده. هو الاهلي وحش، هو مع المنتخب بيلعب بمزاج، هو المدرب تحس ان في مزاج مختلف تماما بلا ضغوط. انا قلت لك انا براهن تريزيجيه عودته ممكن تبقى حاجه من زي دي، يعني مثلا كره زي اللي شاطها، مثلا الكره اللي جت في القائم اللي سددها وجت في القائم، هي الكره اللي كانت تقريبا الدقيقه 25 او حاجه او الدقيقه 20،
ما هي كوره حطها بليسنج جميله فجت في القائم، ما عمليش بليسنجايه واحده ليه؟ عشان ريبيرو حطه بقى وينج ليفت مش في مركزه. يعني هو معاه كان بيشوط الكوره بيشوطها وحش وبيقع وما بيعديش واحد لواحد، عمل كل ده النهارده قدام اثيوبيا. ده عيب ريبيرو برده. على فكره حسام حسن اداؤه ضايع، يعني هو حسام حسن النهارده معاه كل دول بقى وما قدمليش حاجه، انا زعلان من الاهلي، انا معاه كل دول ما بقدمش فيهم حاجه يا جماعه. هو عمل ماتش كلاسيكي من ماتشات المنتخب مؤخرا، مكسب بضربه جزاء لصلاح ومرموش واللي كرم الاخلاق سابها الماتش ببلن لصلاح. هي ماتشات منتخب مصر مثلا من 2016 2015 او 2016 كده، يعني من 2015 2016 لا بقى 17 18. هتفتكر انت ماتش للمنتخب عالمي تقول اوف الماتش ده لازم اقعد اتفرج عليه تاني؟ يعني مثلا انت بس جت عليك مره مثلا الجيل ده قلت يا انا لازم انزل على سيديهايه ماتش مصر والجزائر 5-2، ماتش مصر والمغرب 0-0. انت متخيل بنتفرج على عدد ماتش 0-0 ضيعنا فيه فرصه كان في مصر ورحنا نجد غلبنا بقى في حجي. الماتشات دي لو اتعادت تاني انا اقعد اتفرج عليها. عندك ماتش البرازيل تقدر تعيده، اكتب لي في الكومنتات ماتش ما تنساوش منتخب مصر مستحيل يبقى من الجيل ده. ماتش ايطاليا لو تعادل قدامك تقعد تتفرج. اي ماتش في كاس الامم 6 و8 و10 تقعد تتفرج عليه. لكن لو جالك ماتش حتى في كاس اللي احنا صعدنا فيها للفاينل كاميرون تقريبا مش هتنبسط خالص. فده ماتش من ماتشات الجيل عادي يعني، واحنا خلاص بقينا متقبلين. لان انا شايفين حال الكره المصريه مش يعني مش عادي. انا بشوف ان الدنيا ماشيه، فاهم اللي هو الدنيا ماشيه زي الناس والاجنده الدوليه مع الناس، فيلا نزق مع الناس الدنيا. وكده كده كاس العالم الدنيا اتسهلت، المغرب مش عارف خلت منتخبات تضاف في كاس العالم، وكده كده الموضوع بقى المفروض تسهل علينا بقى يعني. خلاص يا جماعه الموضوع مش مساله ان احنا ياما قابلنا فرق صعبه، لا احنا لو رجع التاني الموضوع بنظامها القديم ان انت بعد ما تخلص تعمل منتخب من المنتخبات الكبرى هيبقى شكلنا مش تمام. وانا بقول لك كره المنتخب دي كده في جريمه بقى بتحصل في المباراه يا جماعه، دي لازم كلنا نقف عندها. وهو اللي انا حاطط صورته على الصنبن يعني. بص دافعنا عن كابتن حسام، انا فرحان ان حسام كسب اصلا عشان احمد حسن يعني مش عشان البلد بس كمان، عشان احمد حسن وعصام الحضري فرحان ان هو كسب بس في حاجات فنيه هتتقال يعني. لكن انت مصطفى محمد ده انت بتعمل جريمه يا حسام يا حسن، انت بتعمل جريمه. انت مش متخيل ان انت عامل حاجه، انت مش فارق معاك مين. انا براهن على مرموش وبراهن على تريزيجيه وبراهن على زيزو وبراهن على صلاح، انا مش هراهن على فيرويد. فمش هلعبك يا مصطفى محمد عشان الموقف اللي حصل وشفايفه اللي جابت هو مش عارف ايه. ما مرموش النهارده خارج برضه بيقول ليه وبتاع يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو كان صلاح عملها مش هتقدر تعمل معاه كده. صلاح خرج النهارده صحيح اتبدل. فمصطفى محمد دي كارثه بتحصل ان انا يبقى قاعد اسامه فيصل، مع احترامنا للاسماء والله ما بنقللش من قيمه حد، لكن فنيا يا جماعه في عقل بيحكمني. والاثنين زملكاويه واحنا مثلا ما بقولش حاجه عشان انا اهلاوي ولا الاثنين في الزمالك يعني. لكن مصطفى محمد ان انت تقعد مصطفى محمد ده دكه اقسم بالله العظيم في حق البلد ده غلط. منتخب مصر يبقى عنده محترف في الدوري الفرنسي توب فايف في الدوريات التوب فايف وبلاعب من البنك الاهلي. انا اسف والله ما اقصدش مع احترامنا للبنك الاهلي. تخيل جناح ليفربول وجناح السيتي زي ما قلت لك بيخدموا على مهاجم البنك الاهلي. المهم ان اختيارات حلمي طولان انا حاسسها مقنعه عن حسام حسن يعني. انا احساسي انا حر. اختيارات حلمي طولان نختار قفشه والسوليه وحسين الشحات ومش عارف مين وزلاك. الناس دي بالنسبه لي انا يعني ممكن يقدموا كوره قدام اثيوبيا احسن من دول. حتى ابراهيم عادل نزل ناسي الكوره، كله نزل عايز حتى مصطفى محمد بيشوط واحده مش حلوه بس يعني مصطفى محمد هو انا نازل وخلاص ادي اي حاجه. وحسام حسن عشان انا حاطه في دماغي فانت برضه بتحبه وتكره. ما دايما اقول لكم، حتى قلت لكم في الحلقات اللي فاتت على قصه حسام وابراهيم دي، حسام واحمد حسن والحضري في الاخر كام حلقه قلت لكم كده. قلت لكم كلهم في حاجه، كله عشان كله. عارف شوبير عشان مصطفى وحسام ما بيتكلمش على شوبير مع ان حسام اكيد وابراهيم ما بيحبوش شوبير بس دلوقتي عشان ضد احمد. فهي كده هي كده. انا ما اعرفش اعمل المؤتمر الصحفي لسه، ممكن حسام رد عليهم او بتاع، انا بصور بعد الماتش على طول، فلو في حاجه حصلت رد عليهم او الكلام ده او في موضوع حاصل يعني يسال ان احنا نتكلم عنه بكره. ما اعرفش الماتش خلصان حالا يعني. فمصطفى محمد ان يقعد الدكه دي ذنب العميد. ماشي يا عميد. دي 40 مسجل هدف، هدف متوقع، ضربه جزاء يجيبها تريزيجيه طبعا يسجلها اكيد. مين اكيد؟ مش انا، اكيد محمد صلاح يعني. دي حياتنا. الدقيقه 45 او الدقيقه 47 ضربه جزاء اللي يجيبها زيزو. الشوط الثاني في بدايته قبل ما يخرج حسيته كان افضل من الشوط الاولاني، وانا حاسس بينه وبين صلاح يعني هو مش تحس ان في تناغم. واي حد يلعب بين صلاح لازم يبقى في تناغم ما عدا محمد هاني يعني، لان هو في ايه الكوره. لكن اي حد بيلعب جنب صلاح هو مريح صلاح. انت لو صلاح في مساحه هياخدها. صلاح مزنوق فهو التاني مريحه ان انا ساند لك، اسند عليا، ما تبدلش نفسك ولا تعكر صفوك، ما تحلش لوحدك. صلاح اول ربع ساعه مثلا عمل جاله مثلا الكوره بتاع 7 8 مرات عمل باصه صح اللي عملها لتريزيجيه، وتريزيجيه شاطها بشماله من مره واحده يعني. الجون الثاني ضربه جزاء طبعا يجيبها زيزو، يسجلها طبعا مرموش، يسيبها له طبعا صلاح.
وكفايه طبعا اللي عمال اقولها لانها طبعا بتتقال كتير، وانا ببعلق على كلمه بتفضل طبعا بتتقال كتير. المهم صلاح يسيبها لمرموش، اخلاق اخلاق طبعا، فيسجلها مرموش ويحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر. بينتهي الشوط الاولاني بان مصر متقدمه بضربات جزاء، يعني فاهم، لولا ان اللعيبه دي وقعت ولعيبه اثيوبيا كان ممكن نطلع متعادلين مع اثيوبيا 0-0. نحن نعاني من فقر فني. ده ملخص الماتش. يعني اشرح لي بس شويه شروحات ومين جري فين، وايه رايك في ضغط حمدي فتحي واسترجاعه للكره بسرعه. انت صح على فكره، بس كان ده له ناسه بيشرحوه بقى هم. انا بلخص لك الموضوع. انت منتخب مصر لا يقدم كره قدم. لا انا مش حدش ممتعني. هتلاقي حتى التقييمات النهارده تلاقي 5 6 7، فاهم؟ مفيش حد عالي، يعني مفيش حد مثلا مبهر مثلا. يعني حتى تريزيجيه ممكن تلاقي اعلى واحد هو تريزيجيه، هتلاقيه باقي 6، الباقي كله هتلاقيه شبه بعضه، يعني فاهم؟ مفيش حد مثلا مميز في حاجه. الشناوي جه عليه كوره واحده اللي الواد شاطها في رجله اللي في اخر الماتش، وما شاطهاش موجهه، هي اترفعت من فاول شاطها بشماله وجت في يمين الشناوي وهو واقف كده، اللي هو صباح الورد مساء الفل. شوط من ماتشات المنتخب مؤخرا، وهدف من بيلين صلاح شوط اولاني. الشوط الثاني يبدا، كان في نشاط شويه من منتخب مصر لما اثيوبيا مش بقت، يعني ما بقتش تدافع بالشكل الاوفر ان انا بدافع بالشكل ده. الخطوط اتفتحت سنه، نص ملعبه ابتدى يتقدم سنه، واحنا كمان بنرجع الكره دي. اكتر حاجه ميزه شفتها النهارده من حسام ان الكره بترجع بسرعه. بس هنا على اثيوبيا، هو اثيوبيا يعني مصر لو مش هسترجع الكره من اثيوبيا هسترجعها من مين؟ ما فيش. فبالنسبه لي حتى، اصل دايما زي ما بقول لك في الاول بنقول ان احنا في ماتشات كنا يعني بنقطع الدنيا فيها وما بنصعدش كاس العالم. حتى لو كنا صعدنا كاس العالم بالجيل ده كنا نعمل حاجه. انا عايز اصعد اعمل حاجه. يمكن كان جيل تريكا والجيل اللي قبله، يعني خلي بالك انا بقول لك كنا بنتفرج على اجيال عندها كوره. الناس دي لو صعدت كانت ممكن تلعب، يعني ممكن تلعب تعمل كوره كويسه، بس احنا ما شفناهمش حظهم سيء. يعني انت بتتكلم عن منتخب مصر مع نادر السيد والحضري وهاني رمزي وسمير كمونه ورضا سيكا ومثلا عبد الظاهر السقا واسلام الشاطر وياسر رضوان. ده اسلام الشاطر بعديهم كمان، او ياسر رضوان ومحمد عماره. ده الجيل اللي قبل جيل تريكا. وبعدين تلاقي مثلا حازم امام واحمد حسن وعبد الستار صبري، وتلاقي حسام حسن، وتلاقي الجيل ده مثلا ما لعبش كاس عالم. سيبك من حسام مثلا 90، الجيل ده ما خدش حظه انه يلعب كاس عالم، بس ده لو راح كان ممكن يعمل حاجه، هيلعب كوره. الجيل اللي بعده مش هقول لك بقى جيل تريكا، احنا كلنا حافظينه، وتشكيله منتخب مصر كلها حافظينها. هم ما عندهمش حظ، انما سبحان الله اللي ما عندهمش كوره هم اللي بيصعدوا كاس عالم كل سنه يعني. فاحنا نتمنى ان البلد تروح تلعب كاس عالم، ما تقوليش انا مصر ادخل انا المهم اني شاركت. لا، المهم ان البلد تعمل حاجه ومصر تعمل حاجه ونحقق حاجه لمصر. مش حاجه اسمها تمثيل مشرف. مصر في الرياضه لازم تكسب حاجه وتعمل حاجه بجد. والتمثيل المشرف خلي بالك، انا مش عايز كاس العالم. التمثيل المشرف عارف هو ايه؟ ان انا على الاقل اصعد من المجموعات لمنتخب افريقيا. ده بالنسبه لي في كاس عالم اسمه تشريف، يعني ده تمثيل مشرف ان انا ابقى في دور ال 16. يا سلام لو رحت الثمانيه، يا حلاوه زي المغرب لو رحت قبل النهائي. يا عم يصعد بس المجموعه، نحس ان احنا في حاجه بقى، دم جديد شفناه. منتخب مصر بيصعد لاول مره في تاريخه، فده هنسميه على الاقل انجاز ان احنا صعدنا يعني. ده 56 كان في فرصه لتريزيجيه حطها في السماء. احنا لسه بنقول انت كويس، جات له ومش محظوظ، فاهم؟ في حاجه مش جايه معاه النهارده خالص. عمل ماتش كويس وانطلاقاته كويسه، ومن اكتر اللعيبه اللي عملت تهديد على المرمى او دايما خطير على المرمى. في كوره جات له كده قام طلعها بره. الدقيقه كام 60 نزل مهند لاشين، ونزل ابراهيم عادل، ونزل طالع مرموش، وطلع زيزو. وفي حاجه بقى يا جماعه معلش لسه فاهم والله. جمهور الزمالك لما زيزو بيطلع فلقيت بيدجاتهم كاتبه ايه؟ الجعان طلع. فالجعان طلع اصلا ايه المضحك فيها؟ يعني المضحك فيها ايه المضحك؟ انت ايه الكوميديا في الموضوع ده؟ مش فاهم. ولاعب طلع لازم تشتمه، لازم نعمل حوار. زيزو طلع يا ده ايه المضحك؟ زيزو طلع، هو طالع مثلا كان ايه بيعمل دروجيله مثلا، ما بيطلع عادي واحد ماشي برجليه طالع. زيزو بيضحك على ايه يا تافه؟ انت تافه قوي. ده مش اي حاجه يا اسطى. يا اسطى بعدين تلاقي مثلا يقول لك ايه، بيجي برضه في بيجي كاتبه تقول لك اصل الاهلاوي دوت يقلب الحق باطل، الباطل حق. كلمتي انا اصلا واخدين كل حاجه من عندي حطينا عندكم. المهم بيقول لك ان احنا كنا بنقول على زيزو، بص جايبين مقارنه لبيجي ماجيكانو. بيقول لك بص، ماجيكانو كانت بتقول عليه المحلي واسمه ايه والزملكاويه كانوا في نفس النص جايبين عليه نزول الملك زيزو حاجه كده. بس تبقى بطل تفاهم، بطل هبط بقى. نفسي تكبروا على الوضع ده. هو وكيلكم ده، هو خابور مغري. انا عارف، انا حاسس بيك. هو خازوق مش هيتنسي عمره. حتى لو زيزو اعتزل كوره بكره انت مش هتنسى خازوق زيزو، انساه يعني. لكن ما هو عندك، ما انت كنت بتبوس رجله. انا عارف وشاهد على سكرينات يا اخي شفتكم. ما فيش زملكاوي في مصر إلا لما كان، الا من رحم ربي، كان بالنسبه له زيزو ده الملك. كنت بتحب على بيتجاتكو كانت بتبوس رجله. كلامنا على البيتجات، بيتجاتكو كانت بتبوس رجله. بنشوف بيتجاتكو يعني بتبوسوا رجله فعلا. واللي ما بيلعبش كوره فعلا كان وقتها محل وما بيعملش حاجه. جه النادي الاهلي، هل لما اقول لك عليه هو لاعب دولي؟ ما قلناش عليه لاعب دولي. ست خلاص بقى ايه، زيزو خرج.
يا اسطى ادهن يا اسطى، عشان زيزو ده علاج وخلاص، حتى المرهم مش هيبقى حل. انت عايز سيبيداج، يعني انت عشان زيزو ده تهدى منه شويه لازم سيبيداج. عارف السيبيداج ده ايه؟ شويه اسمنت. كنت زمان وانا صغير، وانا في امتى، في 97 كده، وانا صغير كان عندي 9 8 سنين كده، كنت عايز اشتغل، حابب ان انا اجرب حته ان انا اشتغل واعتمد على نفسي. واحد نقاش عندنا اسمه محمد حسب الله، عمري ما انساه. خدنا اشتغل معاه نقاش، قال لي اسلام عايزك تحط لي جبس ابيض وتحط لي وتخلطه لي بميه كده خفيف. حطيت له سيبيداج، بقى يدهن الحيطه عمال يديها بسيبيداج. النقاش فاهم، بوظت له الدنيا. فهو انت عايز سيبيداج عشان تتعالج من زيزو ده، لاعب خرج عادي يعني، ما يخرج لعب وحش بيلعب وحش عادي يا عم، صباح الفل. هل ده هيحل الخازوق مثلا، او هيرجعه الزمالك، او هيبقى مثلا ما معهوش فلوس؟ ما خلاص بقى انسى القصه دي. انت افضل حفل بس. هو كان ناجح في منتخب مصر مع النادي الاهلي، حتى لو اعتزل كوره يا ابني هو في الاخر استفاد مني ومنك. انت طبلت له لحد ما عملت منه نجم كبير وهو لعيب كويس، وانا جه عندي وخد الفلوس. تكون بقى انت بقى اللي خسران في الموضوع، عمال تهلك وتغري ونفس الكلام. ما اصل كنت بتقول عليه بالونه، بطل بقى، خليها تاكلك بس بقى البالونه. تاني نشرح بالونه، اشرح لمين ياض؟ بلدي، بتكلم عن بلدي ياض. انا اسلام الوطني دلوقتي خلاص، انا ما عنديش حاجه. انا دلوقتي اسلام عمرو اديب، انا ما عنديش حاجه دلوقتي. دقيقه 75 نزول مصطفى محمد. بطل حب وكوره يا عميد. انت كده مش هتلعب كاس عالم، انت مش هتروح كاس عالم، مصر هتصعد. انت كحسام افتكر في مدرب تاني هو اللي يمسك منتخب مصر السنه الجايه. اسلام ايش عرفك؟ ده احنا في 2025، ده احنا لسه بنلعب التصفيات يا اسلام. افرض طلعت هبيد دي الرؤيه بقى. يلا وابقى قطعها وخليها معاك للذكرى كده، عشان لو حصل تبعتها لي كده، قول لي بص يا اسلام انت كنت جنبي. انا هنسى. حسام مستحيل يكمل مع المنتخب لو صعدنا كاس عالم يا اسلام. يعني هو مش هيلعب كاس عالم. اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع اللي بقول لك عليه. فانت على الاقل اعمل، ما تعملش حب وكرش، ربنا يوفقك انت حتى وتقدر تلعب تشارك في كاس العالم. انت هتصعدنا وهيحصل حاجه ايه هي، ما اعرفش، في مدرب اجنبي هيكون مصر في كاس العالم مش انت يعني. ويطلع اسامه فيصل وتريزيجيه، وفي الاخر نزل تبديله. دي كانت اهم، دي التبديله اللي غيرت الماتش بتاع الدونجا. وخرج صلاح بجد، كان الماتش فعلا كان محتاج دونجا جدا. الدقيقه كانت 94 والحكم كان حاسب 3 دقائق وقت بدل ضايع، فكان دونجا هو اللي نازل بدل صلاح عشان يحل ازمه الوينج ويحل ازمه العمق اللي اثيوبيا كانت بتخترق منها. ومحدش هيحل الموضوع ده غير نبيل عماد دونجا. فنزل في نص الملعب. اول ما نزل، انا ما بكذبش، اول ما نزل بصراحه وانا مش هكذب فيه، اول ما نزل الحكم صفر حاجه في منتهى المتعه. دونجا راح المنتخب وهاني ومروان ما راحش، قاعد بتيشيرت ابيض. صباح الفل. احنا بنلعب ماتش اعتزال ايمن مشالي، احنا مع ماتش اعتزال عبد اللطيف الدوماني. فوق عندك فتاة لحد ما تخاف. فتنتهي المباراه بفوز مصر 2-0 ضربات الجزاء. تقييم اللعيبه كده في السريع: في حراسه المرمى محمد الشناوي شال كوره 5/10، ما جاش عليه حاجه اصلا. خط الدفاع 5/10، نفس الكلام، لا اختبارات. بس تعال انت خد 6 يا محمد. 6 ليه؟ خليك 5 يا محمد، احنا عادي، ما احنا في الصفار كلها، فخلينا 5. 5. رامي ربيعه 5/10 ليه برضه؟ 4/10، ما جاش عليه حاجه بس كان بيلعب مهاجم النهارده. خالد صبحي 4/10. محمد هاني، محمد حمدي الباك ليفت 5/10. حمدي فتحي 7/10. قطع كذا كوره كويسه قوي 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 قوي. زيزو 5/10 او 4/10 كمان، يعني مش عادي، 4/10. محمد صلاح، هتصدقني ولا هتزعل؟ والله ما الله العظيم مش الحاجه، والله العظيم محمد صلاح اداء في المباراه 2/10 مثلا. 2/10 يعني زيزو اعلى منه، قلل زيزو نقطه كمان منه. محمد صلاح 2/10. كرة كلها بتضرب مش واحد لواحد يعني. معلش انا اسف والله. صلاح بيلعب باسمه يعني، حاليا مع منتخب بيلعب باسم صلاح، وصلاح اسمه في اوروبا برلانت، وانت ده اكيد ممكن تكون عارف. صلاح مع المنتخب ما بحسوش يعني. تريزيجيه ممكن برضه اديله 7/10، وممكن يعني 7/10 زي حمدي فتحي يعني. عمر مرموش 4/10. أسامة فيصل 0. نزل الشوط الثاني مهند لاشين 0. إبراهيم عادل 0، نسي الكورة إبراهيم عادل. مصطفى محمد 0، بس يعني هتقولي 0 وهو أسامة 0، بس ده نزل آخر ربع ساعة. مصطفى محمد زي ما يلعب عليه، هي المنتخب كله ضايع، بس أنا عندي عقل. مصطفى محمد يلعب على، خلاص مصطفى محمد يلعب على أسامة فيصل. مين وحش مين حلو المنتخب، مين أحسن مش عارف إيه، مين أفضل مش عارف إيه. مصطفى محمد يلعب على أسامة فيصل ويقول بعديه أي اللي أنت عايزه يعني. أنا قلت أسامة محمد. أسامة محمد مين؟ ونزل مين؟ محمود صابر 0، ونزل نبيل عماد دونجا 10/10، لانه بالنسبه لي كانت اسعد لحظه المباراه الحكم بيصفر. فدونجا 10/10 لان هو من افضل اللعيبه اللي كانت بتنطلق في الدكه كده، كان قاعد في الدكه عمال يوزع هدايا.
مبروك لمنتخب مصر. عندنا ماتش بوركينا، ان شاء الله نكسب ماتش بوركينا، ان شاء الله مصر تصعد لكاس العالم، ولكن تصعد لكاس العالم وتلعب كره القدم يكون في تنظيم منتخب مصر، جهاز فني قوي لمنتخب مصر، يبعد عنه الناس اللي شغاله في الاتحاد والناس اللي حوالين الاتحاد، يبعدوا عن المنتخب، يبعدوا عن الشو، يبعدوا عن سيبوا المنتخب يشتغل كوره. لازم منتخب مصر يشتغل كوره بس ما يشتغلش شو وبراند واعلانات ولقاءات وتصوير وحصريات يعني منتخب مصر لازم يشتغل كوره، لازم نشتغل ان احنا ما عندناش نجوم في المنتخب، المنتخب هو النجم، لان ده اللي بيصنع البطولات. نجوميه المنتخب او نجوميه الفرقه ايا كانت هي اللي بتصنع، مفيش حاجه اسمها نجم هو بيصنع تاريخ لفرقه، مستحيل. مستحيل هتلاقي لاعب كويس وكل حاجه، مفيش حد بيصنع تاريخ لفرقه. في حاجه اسمها الفريق، في حاجه اسمها رايحين نتمرن كوره، هنلعب كوره، مش رايحين كلنا فرحانين ان احنا بنتصور مع صلاح وبنتصور مع الناس والناس بيتصوروا مع صلاح، ولا عكس مرموش. لا، مذيعين عارفين يذيعوا المباراه ولا عارفين اي حاجه، لكن هي بلدنا وهنفضل نشجعها وهنفضل نتمنى لها الخير لحد ما نلاقيه حصل. اشوف الشوك على خير. 21 دقيقه احنا بتوع الكلام ده، يلا اشوف الشوك على خير. السلام عليكم. معلش يا جماعه ثواني، انا اسف. تقفلش اظن كنت هقفل. بكره في ماتش مصر وتونس المحليين، متاكد انه هيبقى احلى من الماتش ده، فاستنوا بكره عشان نتكلم عليه. يلا سلام حبيب قلب اخويا، اشوفك على خير. السلام عليكم. المره دي اقفل بجد.